نعم، يعني كما تحدثت، حل رابطات الثورة هو بند من بنود خريطة الطريق، وقد أكد على ذلك رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة. هل هذا يبدو يسيرا وسهلا؟ أعتقد أنه ليس بالحل اليسير. أعتقد لأن هناك جمعيات تأسست حسب أحكام هذا المرسوم، إذا تأسس قانونية موجودة ونعرف أعضاءها، وهناك جمعيات غير قانونية تنشط خارج القانون. إذا يصعب، قد يتم الحل بعض الجمعيات، وهذا يتطلب إجراءات قانونية مطولة، وقد يطول نشر هذه القضايا. بطبيعة الحال يجب أن تكون الإجراءات سليمة. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. حسب تقريركم أن هناك إخلالات في رفع هذه القضية، ويمكن ربما لن نتوصل إلى حل بعض هذه الروابط. إذا أعتقد أن المسألة ستطول. نعم. حرصا منها على مزيد إحكام سير المساجد ومنعا لاستغلال بيوت الله وتجهيزاتها، قررت وزارة الشؤون الدينية أن يتم فتح الجوامع والمساجد قبل صلاة الصبح بساعة، وتغلق بعد أداء الصلاة بنصف ساعة، وتبقى المساجد والجوامع مفتوحة قبل صلاة الظهر حتى صلاة العشاء، على أن تغلق بعد الصلاة بنصف ساعة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.